ورجعنا لكم مرة أخرى. ودايما حياة البادية فيها أسرار بتجذب أي حد إن هو عايز يعرف بيعملوا إيه، عاداتهم، تقاليدهم. كنا بنشوف زمان السيدات في البادية كانوا يروحوا يجيبوا الحطب عشان يقدروا ان هم يطبخوا، كانوا بيهتموا جدا بالماشية، ايضا كان عندهم صناعة المفروشات، كان عندهم حاجات كتير جدا بيقوموا بيها. لكن مع التكنولوجيا الحديثة كل ده اصبح نوع من العادات والتقاليد والفولكلور اللي بنحب ان احنا نسمع عنه، ولكن للأسف ما بقاش يمارس في الحياة العادية. لكن مازال الشغف والاهتمام وحب معرفة هذه العادات يتوفر بداخلنا. عشان كده قلنا لازم نتكلم عن المرأة في البادية. ودايما لما بنقول عشان نتكلم عن المرأة في البادية مفيش حد يقدر يتكلم عنها غير لو كان عايش نفس الحياة ومارس نفس التقاليد. يبقى لازم تكون معانا بنت البادية. ومعانا النهاردة ضيفتنا العزيزة الباحثة والإعلامية أحلام محمد عوض نوارة، أو الشهيرة بأحلام أبو نوارة، وهي بنت البادية. أهلا بحضرتك معايا. اهلا بحضرتك وبكل مشاهديك الكرام. اهلا بيك عادي. يمكن بنقول دايما السيده البدويه كان في عادات وتقاليد كثيره جدا كانت بتقوم بها، لكن طبعا مع التقدم العلمي اللي حدث يمكن فقدنا هذه الممارسات الجميله التي كانت تقوم. هي طبعا خففت الاعباء من على المرأة، وحضرتك يمكن اتكلمتي في كل ذلك من خلال كتابك المرأة في البادية، صح كده؟ نعم. كلمينا عن المرأة في البادية. في البداية خليني من خلال برنامجكم أرسل باقة حب وتقدير إلى المرأة في البادية، لأن هذه المرأة في حقيقة الأمر هي يعني عايزة أقول هي زي ما قال السابقين لينا هي وزيرة بلا حقيقة. أكيد. لما نقول المرأة في البادية هي كينونة خاصة جدا جدا. تستطيع المرأة في البادية أن تتحمل الكثير، كما ذكرت حضرتك في المقدمة إنها كانت بتستطيع أن تقضي حاجتها بنفسها وتجيب يعني سواء من خلال بقى جلب الماء أو الحطب أو ده حتى كانت الحبوب بتقوم بعملية الطحن نفسها. ده صحيح، ده صحيح. فهي فعلا كانت عملية شاقة جدا. وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي البادية إذا كل شيء كان بدائي جدا. نعم. إذا كانت المرأة يعني عليها دور ليس بالهين الحقيقة، إنها تقدر تصنع كل ده في بيتها، وإنها تصنع الاستقرار داخل الأسرة علشان تدي فرصة للزوج أو لولي الأمر أو للمسؤول معاها رجلا أن يأتي بمثل الأخرى من الخارج، يعني يرعى، يتاجر، يزرع، أيا كان، ولكن هو في الخارج وهي في الداخل. نعم. فالمرأة في البادية الحقيقة هي بحر واسع جدا جدا من الثقافة بكل أنواعها، سواء يعني في المعاملة، سواء في التربية، سواء في أسرتها اقتصاديا، يعني كمان لو قلنا سياسيا. نعم، المرأة البدوية تساهم بشكل كبير جدا في تثقيف أبنائها سياسيا، وده طبعا بيكون من خلال مجالات عدة. بتربي أبنائها على احترام الكبير واحترام الرمز. نعم. بتربي أبنائها على كيف تكوني أيتها الفتاة بالذات اقتصادية في بيتك، كيف نطيع الأكبر، هو يعني هو رمز بالنسبة لينا، فمهم جدا إن احنا نثق في قدرات هذا الشخص اللي نعم. يتولى أمرنا الآن. إذا تعلمه أن لكل مكان رئيس، أكيد، لكل قبيلة كبير، لكل وطن رئيس، لابد أن يحترم ولابد أن يحترمه بكل ما نستطيع من القوة. كيف يكون الدعم؟ أولا ركز على ثقافتك، على عملك، على حبك لهذا البلد. نعم. ما تحطش قدامك أي معوقات علشان خاطر يعني ما تاخدش جنب كده من القافلة اللي ماشية، فبالتالي تأثر عليها سلبيا. وده يعني كل ده بتقوم بيه المرأة في البادية. بتعلم بنتها حاجات كتيرة جدا، ازاي تكون. طيب يمكن انا هقطع كلام حضرتك، خلينا مشاهدينا الكرام نروح الى فاصل سريع
ونرجع لكم تاني. مما لا شك فيه ان يعني في البادية هناك الكثير من العادات والتقاليد والاعراف اللي يجب ان يلتزم بها السيدات وايضا الرجال والشيوخ. انا عارفة ان حضرتك تخرجتي من جامعة الازهر، تزوجتي من المنيا، ثم استقريتي في القاهرة. هل ده كان كله سهل بالنسبة للعادات والتقاليد التابعة للبادية؟ انا عارفة ان انتوا الزواج من خارج البادية ده بيبقى صعب شوية. يعني حضرتك الحقيقة يعني صح القول سألتي سؤال في المتن. نعم. فأنا أحييكي. في البداية أنا عايزة أقول إن اللي صعب عندنا أكتر من إني أخرج من البلد هو إني أخرج من المجتمع البدوي نفسه. بالظبط. وبالذات إذا كان في ابن عم يعني يرغب في الزواج من بنت عمه، فده بيكون فيه صعوبة شديدة جدا. نعم. أنا يعني ربنا كان ميسر الأمر معايا علشان أنا كان زوجي أيضا من البادية. يعني احنا ما خرجناش بره. ما خرجناش بره بالضبط. انا افتكرته صعيدي لما يعني عرفت ان حضرتك متجوزه من المنيا. نعم. فقلت يبقى صعايده بقى وبدو. لا هو ابن قبيلة بدوية من نعم. قبيلة البراعصة في محافظة المنيا، ويعني وهو يعني يحب جدا البادية المصرية ويهتم بالتراث الشعبي ولديه باع كبير جدا الحقيقة في تأسيس العديد من الأماكن التي من خلالها يستطيع نشر هذه الثقافة وهي ثقافة البادية. فهو رئيس شعبة أدب البادية والتراث الشعبي باتحاد كتاب مصر، ومؤسس للعديد من النوادي الخاصة أيضا بأدب البادية والتراث الشعبي، وكذلك يعني بيت البادية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هو محب لهذا التراث بشكل كبير جدا. فأظن أن كل يعني هذه الصفات في رجل أتى وابن قبائل بدوية أكيد أيضا طبعا كان هيوفق. نعم. وهو صحيح مش من نفس البلد، لكن هذه الصفات أعتقد أنها يعني كانت ولكنه عاشق للبادية وكان صحيح. عارف العادات والتقاليد. ده صحيح. طيب خلينا نعود مرجعنا إلى الثقافة البدوية ذات الطابع المصري. طبعا أيضا أحييك على هذا السؤال. لماذا؟ لأن الثقافة ذات الطابع المصري. نعم. مصر بكل جمالها وهي مصر احتوت العديد من الثقافات الأخرى، فما بالك من الثقافات المصرية. نعم. يعني نجد أبناء الصعيد المصري العظام، ونجد أبناء القنال، ونجد الريف المصري، ونجد البادية المصرية. كل هذه المجتمعات تشكل لوحة أو موتيفة إن صح القول فنية تبهر العالم. يعني عندما ألتقي مثلا بشخص غير مصري ويراني أتحدث بأبنائي فيقول يعني أنتوا عايشين بمصر؟ لا والله إحنا مصريين وهذه ثقافة مصرية. بعض الأوقات يلتقي بنا بعض الناس أبناء مصر الكرام يعني. نعم. فهم يعني يمكن مش ملم بهذه الثقافة، أنها توجد ثقافة مصرية بدوية في هذا الوطن العزيز. فيقول لي نورت مصر، اقول له والله يعني منوره حضرتك بيك، يعني احنا مصريين. احنا مصريين بالظبط كده. اذا هي ثقافه مهم جدا ان احنا نتعرف على ثقافه بلدنا. بلدنا فيها جمال حقيقه لا يوصف. يعني عندنا النوبي، ليه ما نعرفش ثقافه النوبه بتقول ايه؟ عندنا ابناء الصعيد سواء في الجنوب او في الشمال او في الوسط، ليه ما نتعرفش على هذه الثقافه اللي بتبهر الاخر؟ نعم. عندنا ثقافه القنال، عندنا الباديه شمال سيناء ووسط وجنوب، وعندنا مطروح، وعندنا ابناء القبائل العربيه المصريه او الباديه المصريه موجوده في قلب القاهره. نعم. وفي قلب الاسكندريه، يعني عواصم، اهم العواصم لهذه الجمهوريه العريقه. فهي ثقافه الحقيقه يعني خلينا ندعو ليها مرات ومرات من خلال يعني محبي هذه الثقافه وعاشقيها. لازم نعرف ثقافه بلدنا ايه. احنا معانا بعض الصور للحلي ده، صح؟
الحلي البدوي. بالضبط، ده حلي، والحقيقه بيتفق فيه ابناء الباديه المصريه، نعم. ابناء الصحراء الغربيه بالذات والمنطقه الشرقيه ده اسمها لليبيا. دشدشه ولا دي اسمها لا، ايه؟ هو كردان. كردان. كردان، كردان. ده كذلك برضو برضو ده من انواع الحلي البدوي اللي كانت بترتديه المرأة في الافراح على ما اعتقد، وكان يعني حاجة اساسية. ده صحيح، ده في المناسبات بالظبط. ده المرأة البدوية، ده المطبخ البدوي. يعني هي بتعجن، ده صناعة النون. طبعا لا، الغزل. الغزل. ودي يعني الطفلة سلمى، وهي ترتدي الزي السيناوي، وطبعا بتعمل الشاي. طبعا. وده الزي ده زي برضو السيوي. نعم. وده يعني الزي البدوي ايضا لسيدة كبيرة، ولكن الحقيقة يعني كل هذه الازياء الجميلة اللي من وقت لوقت. ده هنا الرحى اللي كانت بتطحن الحبوب. ده صحيح، دي الرحى، ودي التي تتحمل كثيرا من الهموم، وهي سر المرأة البدوية. نعم. ده طبعا بوح الصحراء، وهو ديواني الأول، طبع في الشارقة. جميل. نعم. طيب خلينا يعني نعود. أنا عارفة إن الثقافة البدوية من أكثر الثقافات اللي بتثير شغف الكثير. صحيح. مش مصريين فقط لا غير، ولكن أيضا يعني أي جنسية أخرى أجنبية. نعم. لما بيجوا بيبهروا بهذه الثقافة البدوية. ما أكثر ما يميز الثقافة البدوية من وجهة نظرك؟ يعني لما حضرتك سألتيني من شوية على كتاب المرأة في البادية، وقلتي لي إنه حوى حياة المرأة في البادية، يعني عايزة أقول لحضرتك أنا في مقدمة هذا الكتاب قلت سطر كده يعني مجمله، بقول فيه يعني اعذروني لو لقيتوني يعني مايلة شويتين ناحية البادية المصرية. نعم. لأني أنا بنت هذا المكان وبنت هذا المجتمع، وأرى ما له وأرى ما عليه. نعم. ولكن الحقيقة أرى به ميزات أتمنى أن تنتشر في جميع ربوع مصر. الكرم والجود، أعلم أن الكرم موجود في أماكن كثيرة جدا، ولكن البدوي فعلا مهما انتقل ومهما تقدم ومهما كان مشغول، الكرم أولا لابد. نعم. من واجب الضيافة. الحتة دي بحترمها جدا. أيضا إذا وعدك بشيء لابد أن يفي بهذا الوعد. نعم. مش مشكلة هتكتبي معاه عقد، مش مشكلة هتكتبي عليه ورقة تاخدي عليه شيك زي ما احنا بنسمع وزي بس الكلمة عندهم صادقة. ده حقيقي، سيف على رقبتهم. بالظبط. ودائما حتى توصي المرأة ابنها تقول له يعني خلي بالك كلمتك. نعم. هي أساسك، هي شفتي مش سيف عليك ولا كلمتك والوعد، كلمتك أساسك، لأن فعلا الإنسان يؤخذ من مصداقية ما يخرج من لسانه. الكلمة، والكلمة دي ليها باع كبير جدا. الكلمة دي بتؤثر الإنسان بكل معاني الكلمة. لما بنقول نعم. إحنا بكل معاني الكلمة، إذا الكلمة لها قيمة كبيرة. احترام الكلمة والرؤية الصادقة للشخص دي حاجة مهمة جدا. من الحاجات اللي بتعجبني قوي قوي كمان في أبناء البادية، بيحاولوا قدر الإمكان لا يحملوا أصحاب المسؤولية مسؤوليات أكثر مما لديهم، لأنهم بيدركوا قيمة هذه المسؤولية. مثلا هو يحترم القانون جدا، ويحترم الشرطة مثلا وقسم الشرطة، ولكن إذا في مشكلة إحنا نقدر نحلها، ليه نحملهم بأعباء أخرى هم لديهم ما لديهم؟ عندكم كان المجالس العرفية اللي كانت بتحل أي مشاكل، ولا زالت الحقيقة، ما زالت لسه ولا موجودة. زالت. طب ده يمكن هيخليني أفتح معاكي كلامنا. إيه أهم العادات اللي ما زال لسه المجتمع البدوي ما زال بيمارسها حتى وقتنا هذا، برغم يعني ان في كتير جدا من هذه العادات يعني اندثرت. نعم. بسبب طبعا التقدم والتكنولوجيا، ولكن هناك عادات ما زالت مرسخة وما زالت تمارس حتى وقتنا هذا. قيمة المرأة. قيمة المرأة دي كلمة كبيرة جدا. طبعا قيمة المرأة في حياة أبنائها. نعم. قيمة المرأة في ما بين أهلها. دايما يقولوا لها مثلا البنت إذا كانت رايحة يعني هتتزوج، وخاصة في بلد غريب أو في قبيلة مش نفس القبيلة ولكن قبيلة أخرى،
دايما تصيها أمها ببعض الأشياء وتعرفت لها أنت سفيرة لنا. نعم. فدايما تدعي الست الكبيرة وهي يطلقون عليها العزوز، يقولوا ايه؟ ربنا ما يغرب غير خيارنا. يعني ايه؟ ربنا ما يغرب غير خيارنا. نعم، يعني بتدعي ربنا انه ما يكتبش الغربة الا على افضل ما عندنا، عشان يكون سفير ليهم. نعم، يكون سفير ليهم في اماكن مختلفة بقى، ايا كانت داخل البلاد خارج البلاد، نعم. داخل القبيلة خارج القبيلة. كل هذه وصايا. نعم. والحكاية التي تحكيها الأم أو الجدة في البيت للأطفال الصغار دي يعني احنا هنتكلم على فكرة عن موضوع الحكاوي والغنوة أيضا اللي كنتوا دايما تغنوها في البيوت، وبتعتبر من أهم التراث اللي بيحتفظ بيه أهالي البادية. ولكن تعالوا بينا نفتكر مع بعض الفنان الجميل محمد صبحي، ربنا يديله الصحة، طبعا لما عمل رحلة ما بعد المليون على ما اعتقد، وراح الباديه وتعرف على زيبه وورانا المجتمع البدوي، ومن خلال زوجته اللي تزوجها سماح انور اللي حاولت ان هي تورينا قيمة المرأة في البادية وبعض العادات والتقاليد اللي كانت موجودة. تعالوا بينا نروح مع بعض نشوف مشهد من سنبل بعد المليون ونرجع تاني عشان نستكمل كلامنا عن المرأة البدوية. طبعا مما لا شك فيه ان محمد صبحي من خلال المسلسل، مش هنقول ان كل المصطلحات اللي كانت بتتقال دي هي ليها علاقة طبعا بالبدو، ولكن هو حاول يدمج ما بين الكوميديا وما بين ان هو عايز يظهر المرأة البدوية، قوة المرأة البدوية وصلابتها، وازاي ان هي بتشارك الرجل في العمل، عادات الرجال وكلماتهم الواحدة، وده يمكن ظهر كثيرا جدا وواضحا في المسلسل. طبعا بجانب نوع من التخفيف في بعض الكلمات اللي هي بتدي نوع من الفكاهة، ولكنها ليست بكلمات حقيقية زي ما ضيفتي العزيزة قالت لي الكلمات دي مش بتاعتنا، ملناش علاقة بيها يعني. ولكن انا شفت في المسلسل بعض الاكلات الغريبة، هي فعلا هي كلها الحقيقة كانت غريبة جدا، هي غريبة حتى عليكم. طبعا، ولكن احنا بنحترم ثقافة هذا المبدع الكبير، طبعا الكبير الاستاذ محمد صبحي، ربنا يمده بالصحه يا رب يا رب. واحنا عارفين ان هو دايما بينظر للامام، يعني عنده رؤيه مهمه جدا. يمكن كان عاوز يلقي الضوء على ان هناك مجتمع اسمه مجتمع الباديه، وموجود هنا في مصر، ولديه العديد والعديد من العادات والتقاليد والاعراف التي لابد ان تعرف ولابد ان يعني يلقى عليها الضوء. لكن احنا عارفين ان هو دايما كان حتى في ونيس ما بين الحقيقه والفكاهه، يعني ده صحيح، هو فكاهي فعلا بالدرجه الاولى ولديه العديد جدا. يعني انا استغرب على هذه المصطلحات وعلى زيبه وعلى ادائها وعلى، انا زمان الحقيقه يمكن كنت بزعل جدا لما اشوف المسلسل ده، كيف يصور أن أبناء البادية بهذه الحالة الغريبة جدا والمضحكة وكذا. احنا مش مصدر للضحك، واحنا يعني مش مصدر لأن الناس تبص علينا علشان خاطر بس تضحك وتغير جو زي ما بنقول، لا احنا غير كده. لكن الحقيقة لما بدأت أتعرف أكتر على يعني قيمة الدراما المصرية وما تحققه الحقيقة من إنجاز عظيم، مش بس على مستوى مصر وعلى وطننا بل على الوطن العربي والعالم أجمع يعني. فتحية طبعا من هذا المكان إلى هؤلاء. يعني خلينا برضو نوضح نقطة، يمكن محمد صبحي من خلال هذا المسلسل هو حاول ان هو في سماح أنور لما كانت بدور زيبة ان هو يوري قد ايه المرأة البدوية تصون الشرف، تحافظ على جسدها من خلال بعض المشاهد اللي كانت بترتدي فيه الكثير من الملابس. هو نوع من الفكاهة، ولكن في مضمونه هو بيحاول يظهر قد ايه هذه المرأة حريصة على
الستر، على العفة، على الحفاظ على الشرف. يمكن يعني ممكن ناخدها ان هي مظهر ضحك، ولكن في طياته هو بيتكلم عن جزئية مهمة، بيحاول يوري او يعلم الفتيات في هذا الجيل كيف ان هناك اخريات يحافظن على انفسهن من خلال ارتداء الكثير من الملابس. يعني برضو احنا لازم ناخد المغزى من المشهد اللي موجودة بالفعل بالزبط. في جوهر هذا المسلسل، حتى وان كانت الفقرة التي تذاع المشهد الذي يذاع هي به اتاخدت بشكل مرح شوية، ولكن صحيح. هو فعلا وصل الرسالة صح. خلينا نعود مرة أخرى إلى المنزل. وكان هناك يعني كلنا تربينا على الحكاوي والغنوة الجميلة اللي من خلالها كانت الأم بتتوارثها من والدتها وتعلمها لأبنائها عشان يتعلموا بعض العادات والتقاليد. خلينا نتكلم عن هذه الحكاوي والغنوة داخل البيوت البدوية. إذا اتكلمنا عن الحكاية بشكل عام، نعم. فهنلاقي المرأة تحاكي أبنائها طول الوقت. نعم. وهي بتشتغل، وهي يعني قاعدة تستريح، وهي بتستعد للنوم هي وأبنائها، وتحاكيهم بأشكال مختلفة. نعم. الصغير على قد سنه والكبير على قد عقله، زي ما دايما كانت الأم تقول. من خلال هذه الحكاية الحقيقة كانت بتعتبر الأم أكاديمية متنقلة مع أبنائها، مش في مكان واحد بتقولهمش تعالوا هنا النهاردة هعمل لكم اجتماع عشان هحكي لكم حكاية. لا، هي بتشتغل أيا كان الشغل اللي هي في إيديها بتعملها، وبعدين بتبدأ تنصح البنت مثلا أو الولد، تتكلم معهم في حاجة، تجيب قصة معينة من الزمن الجميل تحاكي بها أبنائها. لماذا؟ حتى يستطيعوا التعلم. وأعتقد أن فعلا الحكاية دي نعم نجحت في توصيل المعلومة إلى الأبناء أكثر من أن أنا أقعد وأفضل أنصح. بعد شوية بلاقي ابني قفل وخلاص تمام حاضر، بدأ يعني بدماغه حاضر. لا، احنا فعلا محتاجين ان احنا نرجع بالحكاية الى ابنائنا مرة اخرى، محتاجين ان احنا نقرب منهم اكتر واكتر، محتاجين نرجع للأصل. على الأصل دور فعلا. نرجع بالزبط. نعم. فالحكاية ده الحقيقة يعني هو موسوعة كبيرة جدا. لما هنتكلم عنها هنتكلم عن طريقة الحكي، وهنتكلم عن أداء الأم أثناء الحكي، هنتكلم عن كيفية احتوائها، لأن الأداء وهي بتحكي بيخلي الطفل اللي عاوز ينام بصحصح، عاوز يسمع باقي الحكاية. طب اللي غلبه النوم ينتظر أن تحكى له الحكاية أو تستكمل مرة أخرى. نعم. أما عن الأغاني فحضرتك الحقيقة برضو اتكلمتي في نقطة حساسة جدا. الأغنية بالنسبة للمرأة في البادية نعم ليست بالسهلة، وكذلك ليست بالصعبة. بمعنى هي مش بتقعد تطبل وتغني وتزغرط كما نرى في الأفراح. يعني احنا دايما بنشوف فعلا كده. لا، المرأة في البادية أولا الغناء في البادية له أنواع. نعم. إما غناوة العلم، يقولوا عليها في البوادي غناوة العلم. غناوة العلم. وهذه الأغنية بمثابة رسالة صغيرة. نعم. تصل إلى المرسلة إليه في سرعة شديدة جدا عن طريق الغناء. بتكون عبارة عن 7 أو 8 كلمات تصل من خلالها الرسالة إلى الشخص المراد أن تصل له هذه الرسالة. نعم. غناوة العلم دي يعني يشترك فيها الرجال والنساء. نعم. طيب، إذا تحدثنا عن الأغنية غناوة العلم عند المرأة، من شوية لما حضرتك وريتينا الصور، أو كان هناك استعراض من المخرج لبعض الصور، نعم. هذه الصور رأينا المرأة وهي مع الرحى تطحن الحبوب. نعم. مع الرحى تطحن الحبوب. نعم. هذه الرحى قلت لك هي هموم المرأة، هي صاحبتها. ليه؟ كانت لما تروح تطحن هي بتاخد وقت طويل جدا، فكانت بتسلي نفسها بالغناء. بالظبط. والمهمة صعبة، لأن الحجر ده ثقيل جدا صعب شيله. فسبحان الله إن ربنا كان بيديها القوة دي وتقدر تاخده وتركنه وتنزل وتحط الحبوب، ودي مشقة شديدة جدا. طبعا أكيد. تسلي وقتها إزاي؟ سواء وحدها أو مع غيرها من النساء. نعم. مجموعة كده يعني يتفقوا على موعد، كانوا يقعدوا يغنوا مع بعض. بالظبط. فكانت تغني هذه الأغاني. أغنية العالم فاكرة حاجة منه؟
هو انا مش شاطره في ان انا اؤدي يعني. لا هي مجرد كلمات، لو تعرفينا بعض يعني الكلمات اللي كانت بتتقال يعني. يعني مثلا لما تكون مثلا هي تشتاق الى ابنها او الى غايب عنها او كذا، فتتمنى له العوده بالرجوع يعني، فتبدا تتمنى ان يعود، تتمنى له السلامه. يعني مثلا تبدا الام ايضا تغني للطفل الصغير يعني، وهي يعني زي كده احنا بنقول بتهدهده كده، هي تغني له تقول له مثلا، انا هقول الكلام بس مش هعرف لا نعرف يعني. بس بعض الكلمات على سبيل تقول له تقول له اتمنى لك يعني انك تكبر وتدير بيت شرق بيتنا، يعني الاتجاه الشرقي من البيت، نعم، او غرب بيتنا، او اي مكان، اي مكان المتاح ليها هي يعني. بالظبط. فلا كتير، بس انا يعني مش حاضر الحقيقه في ذهني حالا يعني ان انا اقول بتتمنى السلامه للغائب، بتتمنى الصلاح للاحوال، تحكي بقى شكواها هي إذا كانت لديها شكوى معينة. أيضا عندنا أغاني أخرى، أغنية الشتاوة أيضا يتفق الرجال والنساء، وهي إني واحدة تؤدي والأخريات يرددن معها. وأغاني عديدة بقى، لكن هناك نوع من الأغاني أعتقد إن الرجل فقط هو اللي بيؤديه، لأنه بيحتاج معاه صحبة. وهو بيقول لك فن اسمه فن الطق. نعم. يجيب أعواد صغيرة جدا يعني أكبر من القلم كده شوية، ويخبط بيها بطريقة معينة. نعم. ويبدأوا يغنوا مع بعض صحبة. فالغناء يعني يعشق البدوي أو البدوية الغناء بهذا الشكل. نعم. كمان في مطربين كبار الحقيقة من البادية المصرية ويغنوا ومشهورين جدا يمكن عالميا كمان. نعم. وبرضو يلجؤون لهذه الأغاني. في الأساس لما نقول عوض المالكي هو مطرب طبعا كبير جدا معروف، صوته مميز أكيد. وده بقى قدر يسيطر على عقول الشباب والشياب زي ما بنقولوا يعني الكبار والصغار. في أبو عبعاب ده برضو حد من الناس المتميزين جدا، وده كان بيعشق السمسمية، آلة السمسمية. طبعا آلة السمسمية وغني عليها بشكل هايل جدا. لكن من الآلات اللي لا غنى عنها الحقيقة مع أي مطرب بادية هي آلة المجرونة. المغرورة؟ المقرونة. نعم. دي عبارة عن أو المجرونة يعني تنطق دي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن بوص، لو تعرفي الغام. طبعا عارفة. هي دي، ولكن بشكل معين بتتم صناعتها. نعم. وبتتخرم كده 7 خروم. نعم. وبتعمل أصوات متعددة ومختلفة، منها الخشن ومنها الرقيق ومنها المتوسط، وهي عديدة جدا يعني. نعم. طبعا يعني الحديث معاكي شيق جدا، وانا حابه طبعا كلامنا، ولكن يعني للاسف يعني انتهى وقت البرنامج، حلقتنا مع بعضينا، ولكن لسه برنامجنا مستمر معاكم. بشكر ضيفتي العزيزه نورتني النهارده الباحثه والاعلاميه الدكتوره احلام ابو نواره بنت الباديه. شكرا ليكي ونورتيني. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك حبيبتي. يمكن لسه بنقول صناعه الزجاج، يمكن واحنا بنتفرج عليه بنقعد نتساءل ازاي بيقدروا ان هم يعني يطلعوا مثل هذه اللوحات الجميله على الزجاج، هذه الماده الهشه اللي ممكن لو قربنا لها نبقى خايفين ان هي تتكسر، ولكن الفنان بكل جداره بيستطيع ان هو يخرج لنا لوحات جميله زاهيه الالوان. عشان كده في فقرتنا القادمه هنتكلم عن صناعه الزجاج الفني، وضيفنا العزيز الفنان التشكيلي ابراهيم موسى، وباذن الله في فقرتنا القادمه هتكون معاكم زميلتي العزيزه غاده حفني. خلينا نخرج مع بعض الفاصل ونرجع لكم تاني.